صباح الخير. النهارده هنعمل حاجه احنا متعودين نعملها مع بعض كل سنه، وهي ان احنا نحتفل بعيد ميلادي مع بعض. انا احتفلت بيه مع اهلي وعملت تورتايه، والنهارده هقولكم عملتها ازاي. كانت جامده جدا، فانا حبيت ان انا احتفل بقى بعيد ميلادي معاكم كمان، وانزل الفيديو بكل حاجه عملتها، من اول التورتايه الكبيره لغايه الميني ساندوتش الصغير الجميل القمر بجد، لغايه التورتايه الصغيره اللي انا عملتها. بجد كانت جامده جدا. التورتايه دي كانت عجباني قوي، عملت شويه فيديو تيك توك كده بيها، كانت حلوه جدا. وتصورت طبعا صورتين كده حلوين بالتورتايه الكبيره والتورتايه الصغيره. بجد عايزه اقول لكم ان ده كان عيد ميلاد تحفه جدا. فاول حاجه نبدا بيها ان احنا هنعمل التورتايه دلوقتي، وهنعمل الكيك بتاع التورته. اول حاجه هنحتاجها كيلو من الاسبونج. طبعا ناس كتير قوي حضرت معايا التورتات على مدار السنه اللي فاتت دي، لان كانت اول تورتايه اعملها كانت في عيد ميلادي بتاع السنه اللي فاتت. آه طبعا في ناس اتفرجت معايا وعارفين الحاجات دي بتتجاب منين، من عند بتاع مستلزمات الحلواني. والمعلقه اللي انا حطيتها دي معلقه محسن كيك، معلقه صغيره مش اكتر من كده. وهنحتاج على الكيلو سبونج 12 بيضه. ال 12 بيضة هنحط عليهم طبعا فانيليا ومعلقة خل صغيرة، وهنبدأ ان احنا ننزل بالبيض ده كله على السبونج. بعد كده هنحتاج كوباية مية ساقعة جدا جدا، ونبدأ برضو ان احنا ننزل بيها. وبعد كده هنبدأ ان احنا نضرب المكونات دي كلها مع بعضها، يا في العجان يا بالمضرب الكهرباء. بنضرب قد ايه؟ حوالي ربع ساعة، مش اكتر من كده. هنضرب ربع ساعة لغاية ما القوام بتاعنا بقى هيبدأ ان هو واحدة واحدة يتقل، ويبدأ ان هو كمان يكتر معانا. هتلاقوا بقى الكمية كترت جدا دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو. طبعا طريقة عمل الكيك حاجة سهلة جدا. انا مش عارفة ليه الناس بتستصعب انها تعمل تورتاية في البيت، رغم ان فعلا مفيش اسهل ولا ابسط من كده، وموفرة اكتر من انك انتي تروحي تجيبي تورتاية دلوقتي من بره. وطبعا انا بحب جدا ان انا اعمل تورتايه عيد ميلادي بنفسي، رغم ان في ناس كتير تشوفها اتبسي بعيد ميلادك وتجيبي حاجه مثلا من بره وارتاحي وكده. لا، انا عايزه اقولك ان انا بحب جدا ان انا اعمل تورتايه بنفسي، وببقى مبسوطه اكتر وانا بعمل التورتايه بتاعت عيد ميلادي، وانا اللي ببقى عاملاها مزاجي، والتزيين انا اللي ببقى عاملاه بدماغي انا. فكانت حاجه كده لطيفه جدا، وانا بحب قوي اعمل التورتايه. فانتوا كمان جربوا تعملوا التورتايه في البيت، بجد هتتبسطوا جدا وبتبقى الاجواء حلوه. وكده بعد ما عدى حوالي ربع ساعة من الضرب، فانا حبيت ان أنا اوريكم القوام. بجد حاجة جامدة جدا، وما شاء الله السبونج ده كان حلو جدا. السبونج طبعا انتوا عارفين انتوا بتجيبوه منين، بتجيبوه من عند بتاع مستلزمات الحلواني. الكيلو من السبونج بيعمل تورتايه مقاس 28 مرتاح جدا. يعني هي التورتايه دي كان مقاسها 28، فكانت مناسبة جدا ان انا اعمل بكيلو واحد من السبونج تعملي تورتايه 28 بتكفي 10 افراد او اكتر كمان. طبعا نبقى مجهزين الصاج بتاعنا ان هو فيه ورق زبدة في الارضية، وطبعا لو كمل معاكي في الجناب فتمام خالص. ونبقى دهنين تحت ورق الزبدة زبدة عشان يبقى ورق الزبدة لازق في الصاج. وهننزل دلوقتي بالسبونج بتاعنا ونقسم بقى على 3 صيجان. انا عملت صاجين دلوقتي في الاول، بعد كده هعمل الصاج التالت. نبدأ بالاسباتيولا كده ان احنا نفرد الاسبونج بتاعنا، ان هو بيبقى قوامه تقيل فمش بيتفرد بسهولة. لازم بالاسباتيولا، وجيبي كده عند الاطراف زي ما انتوا شايفين كده، وتحاولي انك انتي تخليه متساوي، ما يبقاش فيه حته عاليه وحته نازله، عشان لما تيجي نقطع للتورتيه يكون متساوي. وندخلوه طبعا الفرن على درجه حراره متوسطه. وزي ما انتم شايفين كده استوى معانا، مش بياخد غير 10 دقايق بس في الفرن. كل صاج بياخد 10 دقايق، ده بالكتير جدا. طبعا التسوية وعمايل الكيك بيبقى قبلها بيوم. دلوقتي بقى احنا في تاني يوم اللي هو يوم العيد ميلاد، يوم ما هنعمل نزين التورتايه. هنبدأ دلوقتي ان احنا نشيل الوش ده خالص ونرميه. طبعا مش بنعمل بيه اي حاجة ولا كيك بوبس ولا اي حاجة خالص، احنا بنرمي الوش ده لان بيبقى فيه زفارة البيت، فما ينفعش ان احنا نستعمله في حاجة. وبعد ما بنخلص تقشير خالص بتاع الوش ده، بنبدأ بقى نشيل ورق الزبدة ونبدأ ان احنا نقلبوه كده، نقلب الصاج بايدينا كده زي ما انتم شايفين. طبعا ما شاء الله متماسكة وحاجة جامدة جدا. نحاول ان احنا بس انها ما تتقطعش مننا. نبدأ دلوقتي نجيب حاجة مناسبة ان احنا نقطع بيها. انا جبت طبق كان مقاس 28، مناسب جدا مع القعدة اللي انا جبتها، كان مقاسها 30، فكانت مناسبة جدا. بدأت ان انا اقطع كده زي ما انتم شايفين. هما انا حطيت الثلاث سيجان فوق بعض وقطعتهم عشان يطلعوا بالظبط نفس المقاس. دول كده 3 طبقات. احنا لازم يطلع معانا
طبقتين سلام عشان تبقى طبقة من تحت سليمة وطبقة من فوق اللي على الوش لازم تكون سليمة برضو. اللي في النص بقى ممكن ان احنا نعمل زي ما انتم شايفين دلوقتي ان احنا نكون طبقة رابعة. يعني انا عملت 4 طبقات، في ناس بتحب تعمل 5 طبقات بس انا بحس انها بتبقى عالية قوي، فانا حبيت ان انا النهاردة اعملها 4 طبقات بس. والطبقة الرابعة حطيت بواقي الصاجين في وش بعض كده، وبدأت ان انا اقطع الطبقة الرابعة يبقوا عبارة عن نصين. وطبعا ما سكتش على كده خالص ولا اكتفيت ان انا اسيب البواقي دي كلها. هنوديها فين؟ طبعا لازم كنا نعمل تورتيه كمان، اللي هي التورتيه الصغيره اللي انتوا شفتوها انا عملتها ببواقي الكيك. طبعا محدش هيصدق الموضوع ده قوي لان فعلا يعني حجمها كان حلو جدا ما شاء الله، وكانت لطيفه جدا وشكلها جميل. عملتها كده، جبت حاجه كده صغيره اقطع بيها، بدأت ان انا اطلع طبقتين سلام عشان تبقى طبقة في الارضية سليمة وطبقة للوش تكون سليمة، والباقي بقى قعدت ان انا اشكل من بواقي الكيك دي كذا طبقة تانيين. واللي مش هتصدقوه اكتر انها اخدت مني 5 طبقات. يعني انا عملت 5 طبقات في التورتايه دي، فكانت عالية شوية عن التورتايه الكبيرة. جبت بواقي بقى كده الحروف برضو وحطيتها في وش بعض وطلعت نصين. والطبقة بقى الخامسة اللي هي كانت اخر طبقة دي كانت عبارة عن بازل، بس هي ما اتصورتش معايا، بس هي انا كنت بحاول ان انا اكون طبقة خامسة بأي طريقة عشان كنت حابة ان انا اعملها انها تكون عالية شوية غير التورتايه التانية. وبس طبعا بواقي الكيك دي مش هتترمى، احنا ممكن نعمل بيها اي حاجة بقى. طبعا لما هتجيلي الفكرة هصورها وانزلها لكم برضو. دلوقتي هنعمل بقى كريم شانتيه للحشوة. هنحتاج نص كوباية من الكريم شانتيه وربع كوباية من الباستري، وبعد كده هنحط حوالي كوباية لبن، او اخدت بالظبط مني كوباية ونص. احنا بنزود لغاية ما بنلاقي القوام بتاع الكريمة بقى كويس جدا معانا. اهم حاجه ان الكريمه تكون ناعمه، ما تكونش خشنه، ما تكونش تقيله ولا تكون خفيفه قوي، عشان احنا برضو في الصيف بجد اصعب حاجه نعملها في الصيف ان احنا نعمل تورته. فعمل التورته فعلا في الصيف صعبه جدا لان الكريم شانتيه يعني بيسيح جامد جدا، الكريمه مننا بتسيح. ده غير طبعا التورتيه وانت بتزينيها برضو بتسيح منك، فانا برضو كنت قاعده في تكييف وكانت بتسيح، فبجد يعني هي دي اصعب حاجه انك انت تعملي تورتيه في الصيف. بس في الشتاء بقى كمية المتعة بجد انك انت تعملي تورتيه في الشتاء بتبقى مظبوطة جدا معايا. ونسيت اقول لكم ان لازم يكون اللبن ساقع برضو، نبقى حاطينه مثلا في الفريزر وبعد كده نبدأ ان احنا نستخدمه. وهنضرب كده شوية لغاية ما القوام بقى يبدأ ان هو يبقى تقيل معانا كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحشي التورتيه بتاعتنا. انا حشيتها عين جمل، وده العسل بتاعنا اللي احنا بنسقي بيه الكيك. ده عبارة عن نص كوباية سكر على كوباية مية على ذرة من ملح الليمون، وبنسيبه كده على النار لغاية ما يبقى معانا. طبعا قوامه يبقى خفيف جدا. نجيب بقى كيس الحلواني ونبدأ نحط فيه الكريمة، ونقص كده بقى من الطرف حتة كده كويسة، ونبدأ ان احنا في أرضية القعدة كده نحط شوية كريمة عشان طبعا التورتيه تبقى ثابتة. في الحشو بقى هسيبكم تتمعنوا بقى كده شوية هوصف، بس هو طبعا الفرجة هي اللي بتخلي الإنسان يعني يفهم أكتر من الكلام. فأنا هسيبكم بقى ايه تشوفوا بحشيها ازاي. طبعا اول حاجه بنحط اول طبقه سليمه زي ما انا قلت لكم، بعد كده بنبدا ان احنا نسقيها بالعسل بتاعنا. طبعا ما ننساش التسقيه لان ده اللي بيحلي الكيك بتاعنا. وبعد كده هنبدا ان احنا ننزل بالكريمه، وبعد كده هنبدا ان احنا نرش العين جمل او الحشوه ايا كانت هي ايه، بنبدا ان احنا نحطها فوق الكريمه. طريقة الحشوة سهلة، محدش يستصعب الحشوة خالص لان دي اسهل مرحلة من مراحل الكيك كله. اهم حاجة بس ان احنا نبقى ظابطين ايدينا واحنا بنحط الكريمة، وبعد كده نبدأ ان احنا بالمعلقة او الاسباتيولا او اي حاجة نبدأ ان احنا نفردها، ما نسيبهاش كده طبعا.
وفوق الكريمه نبدا ان احنا نحط الحشوه بتاعتنا، وبعد كده ايه عشان طبعا تبقى ثابته. يعني الكريمه في ناس كمان بتحط كريمه فوق الحشوه، بس انا هي مش مستاهله لان العين جمل صغير، مش هيبقى مستاهل ان احنا نحط كريمه تاني فوقيه. احنا بس ممكن نعمل بالمعلقه ان احنا نثبتوه في الكريمه عشان ايه تبقى ثابته، وكمان عشان ما يعليش جزء عن جزء تاني في حططان الكيك، لان ممكن تبقى تطلع مننا مميله او حاجه. لا احنا مش عايزين انها تطلع مننا مميله، عايزينها تبقى مظبوطه. تاني طبقه يفضل ان احنا نحط بقى الطبقه اللي هي بتبقى نصين، اللي هي مش بتبقى سليمه، لان احنا معانا 3 طبقات سلام. فنحط بقى دلوقتي الطبقه اللي هي اللي احنا مقطعينها نصين، وبعد كده نسقيها عسل، وخصوصا من الحته اللي هي في النص دي مقطوعه، نسقيها عسل كويس جدا عشان تكون متماسكه. ونعيد بقى الخطوات كلها تاني لغايه ما الطبقات بتاعتنا كلها تخلص. طبعا بقى انا نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. دلوقتي بقى هنحط تالت طبقة. انا حابة ان انا اجيب لكم التورتاية بتتعمل ازاي بالظبط بكل خطواتها، عشان مش اي حد هيعرف يعمل تورتاية في البيت، ولازم طبعا تبقوا شايفين كل الخطوات قدامكم خطوة بخطوة، لان لو فاتكم خطوة مش هتعرفوا تكملوا التورتاية. فهي خطوة بخطوة كده تتفرجوا عليها عشان تعرفوا تعملوها. انا جريت الفيديو شويه وسرعته عشان ما تزهقوش من الفيديو من تكرار الخطوات، بس بجد هي تكرار الخطوات هو اللي بيعلم انك انت تشوفي الحاجه بتتعمل قدامك كذا مره. دلوقتي بقى جه دور اخر طبقه وهي طبقه الوش. احنا بقى في الاول كده هنبدا ان احنا نسوي الجناب بتاعه التورتيه كويس جدا، ونحاول ان احنا نشيل اي زوائد موجودة من الكيك او حشوة او كريمة، اي حاجة نحاول ان احنا ايه نجلسها كويس جدا. وطبعا مش هننسى ان احنا نسقي الوش كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين كده دلوقتي ما شاء الله طلعت مستقيمة جدا وطلعت حلوة قوي، وكانت اظبط كيك يطلع معايا ان هو يبقى مظبوط كده من غير بقى ميل او حاجة تبقى جاية كده او حاجة جاية كده، لا كانت مظبوطة جدا. دلوقتي بقى نبدأ ان احنا نديها كده تجليسة كده بالكريمة، حاجة كده على السريع، بالكريمة اللي هي فايضة مننا في الحشوة. احنا هنعمل كده دلوقتي، وهنبدأ ان احنا نسوي الوش كويس جدا بالسكريبر بتاعنا وبالمعلقة وكل حاجة، وبعد كده نبدأ نحطها في التلاجة، لان احنا زي ما انا قلت لكم كده احنا في الصيف، فمهما كنتي قاعدة في تكييف او قاعدة في اي حتة لازم هتحطيها في التلاجة شوية، لان لازم تبقى متماسكة قبل ما نبدأ ان احنا نحط عليها كريمة التزيين او الطبقة الاخيرة يعني من الكريمة. فاحنا هنبدأ دلوقتي ان احنا نجلسها كويس جدا، وبعد كده نبدأ نحطها في التلاجة. وطبعا الخطوة دي يمكن في ناس كتير ما بتاخدش بالها ان احنا لازم القعدة تكون نظيفة خالص قبل ما تدخل التلاجة، ان لو دخلت التلاجة الكريمة دي هتنشف وهتبقى صعبة جدا انك انتي تطلعيها بعد كده. دلوقتي بقى هنعمل كريمة التزيين. اول حاجة هنحتاجها كوباية من الكريم شانتيه، عليها نص كوباية باستري، وطبعا هنبدأ برضو ان احنا ننزل باللبن واحدة واحدة، فانا احتاجت تقريبا كوبايتين. وطبعا اللبن يبقى ساقع زي ما انتوا عارفين، ونبدأ كده ان احنا نضربها كويس جدا. الكريمة دي بالذات لازم تكون مخدومة جدا في الضرب، وانها تطلع معانا مظبوطة، لان دي الكريمة اللي بتحدد التورتيه هتطلع معاكي حلوة ولا وحشة. لان فعلا لو دخل لها هوا او اي حاجة بتطلع معاكي مش مظبوطة، ومش هتعرفي انك انتي تعمليها بسهولة خالص. حتى لو طلعت معاكي في الاخر مظبوطة، بس هتعاني على ما تطلع يعني بيرفكت معاكي. فلازم ان احنا نكون نعمل الكريمة دي بخامات كويسة. دي اول حاجة، طبعا لازم نجيب خامات للكيك كله اصلا كويس عشان يطلع حلو. تاني حاجة لازم تتخدم شوية في الضرب وفي اللبن ان هو يكون ساقع كويس، وتطلع معانا مظبوطة كده كريمي زي ما انتم شايفين.
دلوقتي انا حبيت ان انا اعمل تورتيه لونها بينك كالعاده. يعني انا برضو السنه اللي فاتت عملتها بينك، بس كان الارضيه كانت بيضه وعملت شويه تزيين كده بالبينك. بس النهارده هنعمل كلها تبقى بينك، وبعد كده هنبدا ان احنا نزين بلون فاتح شويه. فانا حبيت ان انا اعمل لون غامق شويه من البينك. وكان في ناس بتقولي ادخلي بقى في ترند باربي وكده بقى، انا كانتش بصراحه، ما كانتش جايه في دماغي ترند باربي خالص. زي ما انتم شايفين كده، حبيت ان انا اوريكم اللون، لان اللون كان قالب سيمون شويه، بس هو بينك بينك يعني. دلوقتي بقى جبنا التورتيه بتاعتنا بعد ما حطيناها في التلاجة شويه، وزي ما انتم شايفين كده تماسكت وبقت معانا جاهزه انها تتجلس تجليسه حلوه كده. نبدا دلوقتي بالسكريبر بتاعنا، ونبدا ان احنا نجلسها زي ما انتم شفتوا كده. طبعا في الحر اللي احنا فيه ده صعب قوي انك انت تجلسي التورتيه في وقت قياسي، فانا بجد عانيت شويه في الموضوع ده. بدأت ان انا بقى اظبط الوش، وطبعا هنحطها في التلاجة تاني، لان لازم هنحطها في التلاجة، لان بجد الموضوع طلع صعب جدا ان احنا نعمل تورتايه بسرعه وسلاسه في الصيف، فدي حاجه صعبه جدا. بس الحمد لله الكريمه كانت معايا خدماني جدا وكانت حلوه، وساعدتني ان انا اعمل التورتايه في وقت كويس. انا حبيت ان انا اكتب على التورتايه رقم 21، كنت ناوي احط عليها صورتي بصراحه، بس حسيت ان الوقت مش هيكفي معايا، وحبيت ان انا ابقى اجربها في وقت تاني. فحاولت ان انا اكتب رقم 21، عملته كده بالخله، وبعد كده جبت الكريسبي اللي هو الصغير، وبدأت ان انا احطه على يعني على الخط اللي انا رسمته. طبعا التزيين ده بقى كل واحد ومزاجه، يعني كل واحد بقى وذوقه. انا الابتكار ده بيجيلي وانا بعمل، يعني انا ما بشوفش مثلا شكل تورتيه واقول انا هعمل زي التورتيه دي. لا، انا ببدأ يبقى عندي الحاجه، وابدا ان انا اخترع انا بقى وانا بعمل التورتيه. بيجيلي بقى افكار كده في دماغي وانا قاعده، اعمل كذا، لا ما اعملش كذا، طب احط مثلا ورد هنا ما احطش ورد هنا. فكله بقى واحد وذوقه، وكل واحد وعايز التورتيه بتاعته تبقى عامله يعني شكلها عامل ازاي، ويحب انها تطلع عامله ازاي. فانا حبيت ان انا اكتب رقم 21، كان نفسي في تورتيه شكلها كده يعني، فكتبته. ده كان بصراحه دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت مفكره فيها من قبل كده. بس الباقي بقى اللي انا عملته ده كله اللي ما طلعش في التصوير للاسف، بتاع ده ما كنتش متوقعه اصلا، يعني ما كنتش عارفه ان انا هعمل كده اساسا. بس اهم حاجه ان احنا نبدا دلوقتي نعمل وردات اللي هي في الارضيه، وعملت وردات فوق برضو في الصف اللي فوق من الجنب. تمام. وبعد كده عملت وردات برضو في الصف اللي فوق من على الوش، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي التورتيه هشرحها لكم عملتها ازاي. الوردات دي سهله جدا، بالقمع اللي هو الصغير، اصغر ورد خالص بيطلع معاكي بالشكل ده. طبعا عملت صفين وردات، وبعد كده عملت بقى بالكريسبي زي دواير كده، نص دايره نص دايره نص دايره، كان شكلها حلو جدا. وبعد كده عملت وردات فوق على الوش، وحطيت بين كل ورده وورده 3 من الكريسبي، طلعت معايا شكلها حلو جدا. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض التورتيه الصغيره. دي برضو ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر خالص، لدرجة ان انا نسيت اسقي اول طبقة، نسيت احط عليها عسل. بعد كده حطيت عسل عادي جدا، يعني ما يهمكمش لو غلطتوا في اي حاجة، نقدر ان احنا نصلح الموضوع يعني. بعد كده هنحط الطبقة التانية، طبعا اللي هي بقى كانت بازل خالص، كانت ضايعة خالص مش طبقة اصلا هي عبارة عن قطع، وانا عملتها طبقة. بعد كده هنبدأ ان احنا نجلسها زي ما انتم شايفين كده، نبدأ ان احنا نحط عليها الكريمة، ونحاول ان احنا نسويها كويس جدا. دي انا كنت بعملها بسرعه لان انا كنت متاخره قوي، وموضوع اخد مني وقت جامد جدا، بسبب ان انا بحطها في التلاجة وقت عشان تتماسك، وارجع اعمل التزيين تاني، فكانت واخده مني شويه وقت. وطبعا النور بيقطع، وحاجات كتير قوي بصراحه كانت حاصله في اليوم ده. بس وبدات ان انا حطيتها في التلاجة وجلستها كويس. بدات ان انا جاتلي فكره ان انا اعملها 3 الوان، ما كنتش ناوية ان انا اعملها 3 الوان خالص. عملت اول صفين كده بالورد، عبارة عن لون بينك، صفين بس لان كانت الكريمة البينك كانت خلصت مني خلاص. وبدأت ان انا اعمل في الطبقة التانية دي، ما تصورتش يعني الصفين التانيين لون ابيض. كل ده بقمع واحد اللي هو الصغير. وبعد كده بقى عملت تشبيحة الوان كده، اللي هو اللون الابيض مع اللون الازرق، زي ما انتم شايفين كده، لون اللبني كده رايق خالص مع الابيض عاطي لون حلو جدا.
كل ده بالقمع اللي هو الصغير، وانجزنا بصراحة. يعني القمع ده انا بحبه جدا لان هو اكتر حاجة بتنجز معايا. ده كده عملته في الجناب كله زي ما انتم شايفين كده. الوش بقى عملت حرف الاتش لان انا هايدي، فعملت حرف الاتش. حبيت ان انا يبقى تورتايه مكتوب عليها اول حرف من اسمي، وتورتايه مكتوب عليها السنة اللي انا كملتها، يعني 21 سنة. وبعد كده عملت الحرف الاتش بالخله، وبعد كده بدأت ان انا اعمله برضو بالوردات البيضة، وحواليه بقى كله بالوردات اللي هي الزرقاء زرقاء بقى، ما فيهاش تشبيح، اللي هو اللون الازرق الازرق، ما فيهوش بقى اللون الابيض خالص. وطلع معايا في الشكل في الاخر جامد جدا. وبكده نكون خلصنا التورتيتين وفي وقت قياسي جدا بصراحة. دلوقتي بقى هندخل على الميني ساندوتش اللي انتوا شفتوه، اللي هو العيش الكايزر الصغير اللي هو بيتباع بره بشيء الفلاني. احنا عملناه في البيت كده، حاجه كده على السريع. حطينا نص كوبايه ميه، وبعد كده حطينا معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر. بدأنا ان احنا نقلب كده ونغطيها شويه لغايه ما الخميره تتفاعل. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط بيضايه. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي ماما هي اللي عملتها طبعا. انا كان عليا الكيك وهي عليها الميني ساندوتش. وبعد كده حطينا شويه خل حوالي معلقه كده، والزيت حوالي 3 معالق كبار. وبعد كده معلقه من اللبن البودر، دي حاجه اساسيه جدا في الوصفه دي. وطبعا الكميه اللي انتوا شفتوها في الاول في اول الفيديو مش دي الكميه اللي احنا طلعناها من 4 كوبايات دقيق. عايزه اقول لكم ان ال4 كوبايات دقيق دول عملوا كمية كويسة جدا من العيش الصغير الجميل القمر ده. دول كده 4 كوبايات دقيق وعليهم رشة ملح. بدأنا ان احنا نقلبهم كده بالمعلقة، ونبدأ بقى دلوقتي ان احنا نعجن بايدينا. عايزة اقول لكم ان ال4 كوبايات دقيق دول طلعوا معانا كام ساندوتش صغير؟ حوالي 60 ساندوتش صغير. طبعا الكمية ما كانتش كلها الموجودة في الفيديو، يعني في اول الفيديو ما كانتش دي الكمية كلها. بعد كده هنبدأ ان احنا نعجن بمية يعني دافية شوية، مش دافية اللي هي دافية لا، يعني يكون فيها نسبة سخونية بسيطة جدا. نبدأ ان احنا نعجن بالمية لغاية ما تطلع معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بس عايزة اقول لكم حاجة، معلومة حلوة، ان احنا لما العجينة توصل معانا لكده نغطيها شوية حوالي 10 دقايق، ونيجي نبدأ ان احنا نعجنها تاني بعد كده. فعلا بتسهل علينا عملية العجين جدا، وبتنجز معانا. بدل ما نفضل نعجن لا، احنا ممكن نريح العجينة شوية وبعد كده نبدأ ان احنا نعجنها تاني. وبجد العجينة كانت طرية جدا وحلوة جدا، وبصراحة كان طعم الساندوتش حلو قوي. دلوقتي احنا خلصنا عجينة، وهنبدأ ان احنا نحط شوية زيت كده على العجينة، وبعد كده نبدأ ان احنا نعجنوها كده شوية برضو، ونغطوها ونسيبوها بقى انها تخمر لغاية حوالي نص ساعة كده تخمر ولا حاجة. طبعا في الصيف اللي احنا فيه ده بتخمر بسرعة جدا. فكرة الميني ساندوتش كانت حلوة جدا وعجبتني قوي، وفعلا مش بتاخد في ايدك وقت، وحاجة كده من المعجنات حلوة. يعني غير بقى الاعياد ميلاد وغير كده، فعلا في يعني الايام العملية كده حلوة قوي، وخصوصا للاطفال كمان في المدارس حاجة تحفة جدا، اكتر من الساندوتش اللي احنا بناخدوها كبار كده. لا دي حاجات كده صغيرة بياخدوها تبقى جميلة جدا. دلوقتي العجينة خمرت معانا بعد حوالي نص ساعة. هنبدأ دلوقتي ان احنا نشكل بقى العجين بتاعنا. نحاول ان احنا نصغر الساندوتش على قد ما نقدر، لان هو لما بيخمر بيكبر تاني. فاحنا جبنا المعيار اللي هو المعلقة، وبدأنا ان احنا نقطع بيه عشان العجينة كلها تطلع مقاس واحد، ما تبقاش مقاسات، يعني ما يبقاش فيه كبير وفيه صغير، فكلها تبقى مقاس واحد. نبدأ ان احنا نلم العجينة بتاعتنا ونقفلها كويس جدا من تحت، ويكون الساندوتش يكون مقفول من تحت كويس. وبعد كده نحطوه في الصاج. وطبعا مش هننسى ان احنا ندهنه وشه لبن بودر. لبن بودر بيتعمل ازاي؟ بشوية مية كده وندهن الوش ونحط شوية سمسم بس كده، ونحطوه على درجة حرارة متوسطة. وده كده بعد ما طلع معانا قبل ما احشيه خالص قبل ما افتحه اصلا. هنجيب دلوقتي بقى المقص، ونبدأ ان احنا نقص ونحشي الساندوتش بتاعنا. انا حشيته بيفي، كان طعمه حلو قوي. ممكن نحشوه اي حاجه بقى متاحه عندنا في البيت. انا حشيته بيفي كان طعمه حلو جدا. طبعا البيفي طبعا مش هنقطعه كده تقطيع عشوائي، لا انا جبت غطا كده ازازه. لقيته مناسب جدا مع حجم الساندوتش. طلع معايا الحجم يعني بالظبط كاني كنت عارفه قبل كده، مع اني ما كنتش عارفه والله ان انا هستخدم ده بالذات. يعني كنت بدور على حاجه ان انا اقطع بيها.
طلع معايا المقاس مظبوط، وزي ما انتم شايفين كده عملت حاجه جامده جدا، كان طعمها حلو قوي وكلهم اعجبوا قوي بحجم الميني ساندوتش ده، كان عاجبهم جدا. بدأت ان انا احشي بقى. شايفين رغم ان هو عيد ميلادي، رغم ان انا بعمل كل حاجة فيه من ادق التفاصيل، يعني انا بحب اعمل الحاجات بنفسي كده، بحس ان انا فرحانة بالحاجة دي، يعني فاهمين؟ اكتر ما تبقى الحاجة جاهزة كده ونجيبوها من بره ويلا على طول، لا بحس ان انا بستمتع كده اكتر. وبكده نكون خلصنا حشوة الحوالي 25 رغيف، حشيتهم كده على السريع بس. وبكده نكون عملنا شوية معجنات حلوة جدا ان احنا نحطها في السفرة معانا مع التورتات الجميلة جدا اللي انا طبعا انا عاملاهم. شكرا جدا، انا عارفة ان هما جامدين جدا. فشوية باتون ساليه كده حطيناهم برضو، كانت عطية منظر حلو. انا ما عملتش تزيين بصراحة للبالونات بقى وكده، بحس انها حاجات ملهاش لازمة شوية، فما عملتش تزيين. اهم حاجة عندي الاكل، فانا عملت تورتات، فانا كده خلاص انا كده مبسوطة. وزي ما انتم شايفين كده كانت حاجة كده لطيفة وخفيفة وظريفة وحاجة كده عائلية مع بعضينا. وبدأت ان انا اصور كده زي ما انتم شايفين. فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة، عشان دي اكتر حاجة بتبسطني جدا انكم انتوا بتدعموني في القناة بتاعتي. واحنا كده بقى لنا تقريبا اكتر من سنة مع بعض، فالناس اللي كانت حاضرة عيد ميلادي السنة اللي فاتت يقولوا لي في الكومنتات، وعشان ابقى عارفة الجمهور بتاعي معايا بقاله قد ايه. بس كده، واتمنى ان احنا نحتفل بسنين كتيرة جاية مع بعض، وطبعا في تقدم مع بعض ان شاء الله. زي ما انتم شايفين طبعا في اختلاف كبير بين عيد ميلادي اللي فات وعيد ميلادي ده، في حتى في تزيين التورته. العيد ميلاد ده احسن بكتير، فانا بحب ان انا اتقدم في الحاجات دي معاكم يعني. بس كده، ده كان عيد ميلادي البسيط جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي انا وماما في المطبخ. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.